فيلمنا بيبدأ بظهور الساحر غريندو مربوط في زنزانة بعد ما قبضوا عليه وزارة السحر، وبنشوف رئيسة السحرة جاية بنفسها تشوف نقله للمحكمة. بيدي الساحر لسيبلمنت مسؤول النقل شنطة فيها عصاية غريندو، وكمان بيسلموا سلسلة إخوة الدم بتاعته، وبياخدوا غريندو في العربية وفيها سحرة وبيهددوه بالعصاية السحرية لأنه سحره قوي. لكن الغريب إن إبرنس بيطير وراهم وبيمسك في العربية من تحت، وفجأة بيتحول غريندلو. وهنا بيتفاجئ سيبلمنت إن معاه إبرنس، وبيطلع اللي تحت هو الساحر غريندلو وبيقدر يسيطر على العربية. فبيحاول سيبلمنت يفتح الشنطة لكن مش بيلاقي العصاية، وبيقعدوا علشان ما يمسكش السلسلة، وبيطلع من أتباع غريندلو بيرمي سيبلمنت برا العربية وبيهرب. وهنا بنشوف نيوت في وزارة السحر علشان يطلب تسريح للسفر خارج لندن، وبيقابل ليتا خطيبة أخو الساحر سيسوس وبتاخده علشان تدخله، وبيدخل مجلس السحر فبيطلب منهم يرفعوا عنه حظر السفر. لكن المسؤولين بيقولوا له انه دمر نيويورك اخر سفريه ليه، فبيحاول نيوتن انه يدافع عن نفسه وينكر اللي حصل، لكن اخوه بيشاور له علشان ما يكذبش لانهم عارفين كل اللي حصل. وبيوافق المجلس يسفره لكن بشرط انه ينضم للوزاره في قسم الاخوه، لكن للاسف نيوت بيرفض وبيقولوا انه مش بيحب ينضم لاي طرف. وهنا المسؤولين بيشرحوا له خطوره الموقف، وبيقولوا له ان غريندو هرب وبيهدد السلام، وخصوصا انه بيدور على كريندس. فنيوت بيقول لهم انه مات، لكن بيطلع انه عايش في اوروبا بس مش عارفين مكانه بالتحديد. وهنا بيدخل الساحر غريموس، واول ما بيدخل بيمشي نيوت، وطبعا بيرفضوا طلبه بالسفر. فبيطلع سيسوس وراه وبيقولوا انه لازم يكون مع طرف، لكن نيوت بيرفض وبيقولوا انه مش بينحاز لحد. لكن قبل ما يمشي بيحضنوا ويقولوا انهم بيراقبوه. وهنا بنشوف غريندو في باريس بيكون مجتمع في البيت مع السحرة المؤيدين ليه، وبيقول لهم ان كريدنس في السيرك، وكمان بيقول لهم انه هينهوا حياة كل الناس اللي مش سحرة، لكن طبعا مش هيبينوا ده قدام باقي اتباعهم. وفي نفس الوقت بيكون نيوت ماشي في الشارع وفي واحد بيراقبه، فبيعمل اعصار هوا علشان يقدر يهرب منه. وهنا بيلاقي جوانتي بيشاورله وبيمسكه، فبيلاقي نفسه فوق مبنى وبيقابل دامبلدور الساحر العظيم، وبيقول له نيوت انه انكر قدام المجلس ان هو اللي بعته نيويورك. فبيقول له ان كريدنس في باريس وبيدور على اسرته، وان المعروف ان المخلوق ده بيكون اخر نسل اسره عريقه، وان في شكوك ان اخو ليتا، ودي فرصه انه ممكن يتحول للخير، لان لو المخلوق ده لقى حد من دمه ممكن يبقى طيب. وبيدي لنيوت كارت فيه عنوان، وبيكون العنوان لبيت محصن بالتعويذات في باريس. لكن نيوت بيقول له انه ممنوع من السفر، بس دامبلدور عارف انه هيتصرف في الاخر. بيرجع نيوت على البيت وبيلاقي بنتي مساعدته، وبيبدأ ياكل الحيوانات علشان يقدر يسافر. وفجأة بيسمع صوت فوق، فبيطلع يلاقي جاكوب وكوين عنده، وبيسأل على تينا فبتقوله انها ما جاتش لانها زعلانه منه. وبيلاحظ ان جاكوب مش في وعيه، وبتوري له كوين جريده فيها خبر خطوبته على ليتا، لكن نيوت بيفهمها انها خطوبه اخوه مش هو، فبتقوله انها اتخطبت لواحد اسمه اكيليوس. وبتقول كويني ان هي وجاكوب هيتجوزوا، وبتسمع افكار نيوت انه بيقول انها سحرت جاكوب، فبتقوله لا وبتنكر انها جايباه غصب عنه. نيوت بيشيل السحر من على جاكوب، وطبعا بيطلع مسحور ومش عارف انهم هيتجوزوا. وبتنزل كويني وهي زعلانه، وبينزل وراها جاكوب وبيقول لها ان وزاره السحر هيسجنوها لو عرفوا انها اتجوزته، لكن كويني بتقول انه جبان وبتمشي. وبيقرا نيوت كارت وقع من كويني، بتقول لها تينا انها في باريس بتدور على كريدنس. وبيرجع جاكوب يلاقي نيوت بيجهز الشنطه، وفي الوقت ده بتكون تينا في السيرك، وبيكون كريدنس بيتكلم صاحبته ماليدي، وبيقول لها ان لقى عنوان اخته وانهم هيهربوا من هنا. وبيجي صاحب السيرك ياخدها علشان تعمل نمرتها، وبتكون تينا وكريدنس بيراقبوها وبتتحول لافعى. وهنا بيحرر كريدنس المخلوقات السحريه اللي بتطير على الناس، فبيستغل الفرصه وبيهرب مع ماليدي. وبيقول صاحب السيرك للجن انهم يلموا حاجاتهم بسرعه، لكن تينا بتساله يعرف ايه عن كريدنس، فبيقول اللي يعرفه انه بيدور على مامته. وبنشوف واحد اسمه يوسف كاما بيقول لتينا انه اخر واحد من سلالته، وانه عنده شك انه قريب كريدنس، فبتساله عنده دليل على كلامه، فبيقول لها انه لو جاب دليل هيسيبوه يعيش. فبترد تينا وبتقول له ايوه، وبيطلب منها تروح معاه. هنا بنشوف غرندلود عامل اجتماع، وبيقول لهم ان كريدنس مهم جدا ليهم، فبيسالوا كارل ليه مهم، فبيقولوا ان اكبر عدو ليهم دامبلدور ومفيش حد يقدر يقتله غير كريدنس. بيروح نيوت وجاكوب لواحد يقدر يسفرهم من غير ما حد يعرف، وبياخد منهم فلوس وبيدخلهم في الجردل بتاعه، وبيطلعوا على باريس، وبينشر غبار كشف البصمات في الشارع، وبيطلع النفلر يتبع الاثر، وبيلاقي اثر حيوانات كبيره، وبيشوف كمان اثر تينا في المكان، وبيسمع وبيعرف ان حيوان الزو الصيني كان موجود، وكمان ريشه في الارض. فبيقول لجاكوب يجروا ورا الريشه وهم هيوصلوا لتينا. وبتكون كويني وصلت وزاره السحر الفرنسيه، وبتسال على تينا لكن مش بتلاقيها، وبتطلع وهي مش عارفه تروح فين. وفي اللحظه دي بتسمع صوت جاكوب وبتدور عليه لكن مش بتقدر توصله، وبتقعد تعيط، لكن بتشوفها ساحره من اتباع غريندلو وبتقول لها تروح معاها. وفي نفس الوقت بيوصل كريدنس ومالدي عند البيت،
اللي فيه اسم الست اللي مضت ورقة تبنيه، وبيطلع يسأل عليها وهو فاكرها مامته، لكن بتطلع المربية بتاعته. وبيكون الساحر غريموس بيراقبهم، وبتقول له إيرما إنها كانت شغالة عند باباه وسلمته لناس يرعوه في أمريكا، وبيسألها عن أي تفاصيل عن أهله. وهنا بتحس ميلودي بوجود حد في البيت، وبيطلع غريموس وبيمسكها وبتحاول تصده لكن مش بتقدر، وبيدخل يقتل إريما بتعويذة. فبيحاول كريدنس إنه يكسر البيت عليه، لكن غريموس بيعمل حاجز يحمي بيه نفسه وبيسيبه وبيهرب. وبعد كده بيقابل غرينلو وبيطلع من أتباعه، وبنشوف نيوت وجاكوب قاعدين على كافيه، والريشة بتكون وصلت عنده، وبيشوف يوسف فبيسيب الريشة تطير، وفعلا بتروح عليه، لكن طبعا بينكروا إن يعرفها، لكن نيوت بيقولوا إنها من وزارة السحر. وهنا بيعملوا نفتكرها وبياخدهم علشان يشوفوها، فبيحبسهم في مكان تحت الأرض، وبيقول لهم يوسف إنه مش هيقدر يطلعهم غير لما يقتل كريدنس الأول، لكن نيوت بيحلف عليه تعويذة تدوخه، وبيفتح لهم بيك فاتح الأقفال الباب، وبياخدوه معاهم. وبيلاقي نيوت الحيوان الذو الصيني اللي خرج من السيرك، فبيفتح الشنطة وبيلعبه لغاية ما يدخل الشنطة. وهنا بنشوف شرطة وزارة السحر، وبيتهم دامبلدور إن نيوت راح باريس بأمر منه، لكن دامبلدور بينكر وبيقول لهم إنهم عارفين نيوت مش بياخد أوامر من حد، لكن الشرطة بتقول لهم إنهم عارفين النبوءة كويس، وكمان بيقولوا إن غريندلود عنده تابع قوي وهيدمر بيه العالم بالسحر، وبيطلبوا من دامبلدور يقتله، لكن دامبلدور بيرفض. وهنا بيعمل ساحر الشرطة تعويذة على دامبلدور تخليه يراقبه، لكن دامبلدور بينادي سيسوس وبيقول له لو غريندلود عمل اجتماع للسحرة يسيبوه يعمله. وهنا بنشوف ليتا سابت الشرطة وبتكون راحت على فصلها القديم، وبتفتكر البنات وهي صغيرة وهما بيقولوا عليها إن أهلها مش عايزينها وإنها بتقضي الأجازة في المدرسة. وهنا بتعمل ليتا تعويذة على البنت علشان تقفل بقها، وبتطلع تجري والبنات كلها وراها، فبتطلع تستخبى في مكان فبتلاقي فيه نيوت، وبتسأله ليه مش بيقضي أجازته، فبيقولها إن في غراب محتاجه، وبيروح معاها يوريها بيك فاتح الأقفال، وبيدخل دامبلدور عليها فبيسألها ليه ما مشيتش مع الشرطة، فبتقوله إنها عارفة إنه مش بيحبها من أيام ما كانت طالبة عنده، لكن دامبلدور بيقول لها إنه بالعكس وإن طول عمره شايفها ذكية، وبيقول لها إنه عارف إن الإشاعات اللي منتشرة عن إنها أخت كريدنس مسببة لها مشاكل، فبتقوله إن أخوها مات وهو صغير، وبينصحها إنها تواجه الواقع. وهنا بنشوف كوين في بيت غريندلو وبيجي يقابلها، وبتخاف كويني وبتهدده بالعصاية السحرية بتاعتها، وبيقول لها إنه عايز السحرة يعيشوا في العلن، وكمان بيقول لها إنهم مش هيعملوا أي حاجة وعايز بس السحرة يعرفوا أفكاره صح، وبيسيبها تمشي. وفي نفس الوقت بيكون دامبلدور واقف قدام مراية الذكريات، وبنشوفه وهو صغير مع غريندلود وإنهم أخوة بالدم. وفي نفس الوقت بينزل نيوت الزو في الجنينة بتاعته، وبيطلع يكلم تينا، وبيشوف في عين يوسف طفيليات مائية، وبيشيلها وبيقول لها إنه تنين مائي. وهنا بتقول له تينا إنها لازم ترجع الوزارة وتبلغهم بالمعلومات دي، وبتنزل وبيجري وراها نيوت علشان يكلمها، وفجأة بيلاقوا ستاير سودا نزلت من السما، وبتطلع رسائل من غريندل أتباعه علشان يحضروا الاجتماع، وبتشوف كويني حمامة الرسالة وبتقبلها. وهنا بتقول تينا لنيوت إن أوان حماية كريدنس فات، لكن نيوت بيقول لها إن في صندوق في الوزارة يخلوهم يعرفوا أصل كريدنس، وبيديله كارت وبيقول له لو عايز يعرف هو مين يروح على المقابر دي. وهنا بيصحى جاكوب من النوم وبيلاقي الساحر العجوز نيوكلاس، وبيشوف الكرة السحرية كريدنس وماليدي وكمان كويني وفي حرب، وبيسألوا عن المكان فبيقولوا في المقابر، وكمان بيقولوا يراقب يوسف بداله، لكن مش بيلاقيه وبيكون هرب. وبعد ما بينزل جاكوب بيشوف نيكولاس الكرة تاني، وكمان بيلاقي نفسه بيحارب مع كل السحرة، وبيشوف نيوت بيغير شكله لشكل أخوه علشان يقدر يدخل الوزارة، وبيكون أخوه بيقول لليتا إنه هيثبت إنها مش أخت كريدنس، وبيشوف نيوت متنكر في شكله فبيجري عليه، وبتوقفه تينا بسحرها، وبيروح جاكوب المقبرة يدور على كويني لكن بيمسكوا ساحر، وبيدخل نيوت وتينا أوضة السجلات، وبتقول للموظفة إنها ليتا وخطيبها. وهنا بيقول لها نيوت إن المجلة غلطانة وإنه مش بيحب ليتا، وفجأة بيسمعوا صوت فبيستخبوا، وبتطلع ليتا بتطلب سجلات أسرتها، وبيسمعوا إن السجلات اتنقلت للمقبرة، وبتشوف ليتا بيك وبتلف السجلات. وهنا بتدخل الموظفة عليهم وبيكون معاها مخلوقات سحرية علشان تقبض عليهم بعد ما عرفت إنهم كدابين، وبياخد نيوت ليتا وبيهربوا مع تينا، وبيطلع الزو اللي بيقدر يغلب الحيوانات السحرية. بيروحوا المقبرة ويلاقوا يوسف عايز يقتل كريدنس، وبيطلع يوسف أخو ليتا الكبير، وبيسألوا كريدنس هو مين، فبيقولوا إن بابا اتجوز مامته وخلفه ليتا، وبعد ما مامته ماتت اتجوز بابا ليتا من مامته وخلفه، وإن المربية أخدته أمريكا والمركب غرقت لكن هو طلع عايش. وهنا بتقوله ليتا إنه مش أخوها لأن هي قتلت أخوها وهو صغير، وبتحكي لهم هما مسافرين على المركب إنها بدرته بطفل تاني لأنه كان بيعيط كتير، وإن القارب اللي ركبه غرق بيه، وبيسألوها تعرف العيلة اللي بدرت الطفل معاها، لكن ليتا كانت صغيرة ومش عارفة هما مين. وفي الوقت ده بيكون الاجتماع بتاع غريندلود بدأ،
وجاكوب بيدور على كويني وبيلاقيها وبيطلب منها انهم يمشوا، لكن كويني بتقوله ان مش هيحصل حاجه لو سمعوه. وبيقول نيوت لتينا انه هيدور على طريقه يهربوا بيها. وبيوصل سيسوس ومعاه الشرطه، وبيشوف نيوت ازازه الدم في رقبه غرندلود، وبينزل النفلر بتاعه علشان ياخدها. وبيطلب غرندلود من الشرطه تنضم ليه، وبيعمل طاقه كبيره جدا حواليه، وبيقول اللي هينضم ليه مش هيحصل له حاجه، لكن اللي ضده لو قرب هيتحرق. وبيروح جريدنس عليه لانه عايز يعرف اهله، وكويني كمان بتنضم ليه. وبيطير كل السحرة اتباعه لاماكنهم. وهنا سيسوس ونيوت بيقفوا وبيكونوا مش عارفين يمشوا، لكن ليدا بتقول لهم انها هتنزله علشان يهربوا، وفعلا بتحاول تحاربه لكن للاسف بيقتلها. وبيقدر سيسوس ونيوت يهربوا، وبيحاول غرندلوت يدمر المكان، لكن بيوصل الساحر العجوز وبيعمل دايرة سحرية معاهم، وبيقدروا يبطلوا السحر بتاعه. وفي النهاية بيروح نيوت يقابل دمبلدور وبيديله ازازة اخوة الدم، وبيقوله يحاول يدمرها علشان يقدر يحارب غرندلود. وهنا بنشوف غرندلود بيكلم كريدنس وبيقوله انه اخو دمبلدور وانه هيساعده علشان ينتقم منه. وبكده يكون فيلمنا خلص. اشوفكم في فيلم جديد.